السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض الكحك الدايب الجميل. هنعمله كده في البيت، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده ريحتها تجيب اخر الدنيا، وطعمه جميل ومظبوط ومقداره مظبوطة جدا. نمشي معاها الخطوات، هنشوف هنعمل مع بعض ايه. يلا بينا نشوف الطريقة كده. اول حاجة هنبتديها بالحشوة. هنجيب كده الملبن. لو انت عامله مثلا كيلو دقيق، هياخد 350 جرام ملبن، ويبقى مظبوط جدا معاكي ومفيش حاجه هتفيض منك ويبقى مظبوط. دي مقادير. هنجيب كده معلقتين سمنه كده، وهنبتدي ايه نعجن في الملبن بقى. هنلينه كده عشان تكون عجينه حلوه معانا. وهنضيف عليه ايه السمسم متحمص اهو. ادي السمسم هنضيفه على الملبن والسمن. وهنحط كده معلقتين جوز الهند، بتخليه حلو جدا وتديله طعم جميل ما شاء الله. بيبقى طعمه حلو جدا في الكحك. وهنحط كده فانيليا، وهنحط معاه نص معلقه ريحه الكحك. ده العجينه بتاعه الملبن. دي عجينه الحشوه اللي احنا هنعملها مع بعض، هنحشي بيها الملبن. عجينها كده لما تكون بقى طريه كده مع بعضها كده اهي بالشكل ده. وهسيبها احطها في التلاجة لغاية ما اشتغل في العجينة بتاعة الكحك نفسها. بيشد شوية، والخطوة دي حلوة جدا، بتخلي لك الملبن حلو وسهل في التشكيل، وما يطلعش منك في الحشوة وانت بتشتغلي فيه في الكحك. معايا كده الدقيق اهو، ومعايا معلقتين سكر بودر. ده بيخلي لك الكحك حلو جدا، وعجينته طعمها جميل، ومش عايزه سكر فوق ولا اي حاجه، بيبقى مظبوط قوي قوي قوي. اهو نقلبهم كده مع الدقيق بالشكل ده كده. في الوقت ده انا بسخن السمنه على البوتاجاز. بعد ما قلبت السكر هنزل بالسمنه كده اهو بالشكل ده، سخنه على الدقيق. وما تحطش ايدك بقى في الوقت ده. اهم حاجه تكون الطبق اللي انت بتشتغلي فيه ما يكونش بلاستيك، علشان ما يسحش معاك. واشتغل بمعلقه خشب عشان تعرفي تقلبي اهو. هقلب كده بالمعلقه شويه لغايه ما يهدى، عشان اعرف احط ايدي واشتغل فيه بالشكل ده. وفي الخطوه دي اهم حاجه ما يكونش جنبك اطفال، عشان ربنا يسترها. ولو وصلت معايا لغايه هنا، ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك في القناه، وتفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. ان شاء الله الكحك ده هيفضل معاك فتره كبيره جدا. هقولك ازاي طريقه تخزينه، وتخزنيه ازاي وتحتفظي بيه فتره طويله جدا. ولو قعد عندك سنه كامله عمره ان شاء الله ما يجرى له حاجه ولا يبوظ باذن الله. ادي الكحك معايا اهو. العجينه في الوقت ده قلبي زي ما انت عايزه. في الفتره دي فتره قبل ما تحط اي سوائل للعجن، قلبي زي ما انت عايزه اهو كده. خلاص بدأ يهدى شويه بس لسه سخن. افركي بقى بايدك بس الكحك دي. الفتره دي اسمها بس الكحك. بسيه بقى زي ما انت عايزه كده، لما يبقى كريمه في ايديك بالشكل ده كده اهو. كملي برضو كده على طول، اشتغلي بقى كده فيه على طول. احنا كده بقى ما لسه محطناش اي اضافات، لا حطينا بيكنج باودر ولا خميره اللي ما نحطهمش ابدا، والخميره والسمنه سخنه او الدقيق سخن، لان هيبوظوا مش هتشتغل. هنشتغل بقى اهو، شايفه؟ بس على قد ما تقدري اهو، شايفه؟ ما تقوليش السمنه كتير ولا حاجه. مقدار السمنه نص الدقيق. عندك كيلو دقيق تحطي نص كيلو سمن. ولو عايزاه ناعم او دايب خالص خالص بقى، زودي كمان معلقه على النص كيلو، على نص كيلو السمن. شايفه العجينه بقت عامله ازاي؟ كل ما بتبسي فيها كل ما بتدوب معاكي وبتنعم، وبتديكي قوام حلو جدا، وبتخلي لك الكحكه ناعمه جدا. في الفتره دي اعجني زي ما انت عايزه، بس زي ما انت عايزه، قلبي زي ما انت عايزه اهو كده. خلاص اهو بعد ما نعمت وبقت زي الفل كده كده. خلاص هنبدأ نحط اللبن بقى اهو. هنحط اللبن
وهنحط البيكنج باودر، لان كده خلاص العجينه بتاعتنا هديت. انا قعدت بس فيها لما هديت خالص اهو. بدأنا كده اهو، حطينا اللبن والبيكنج باودر. كل كيلو دقيق هتاخدي له كيس بيكنج باودر بالشكل ده كده اهو. ما تحطيش لا البيكنج باودر ولا الخميره طول ما العجينه بتاعتك سخنه جدا، علشان ما تبصش معاكي وما تبقاش حلو. هنحطها وقت ما تكون العجينه هديت معانا. هنكملها عجن بقى واوريها لك عامله ازاي اهو. احنا بنجمعها بقى كده خالص اهو. في الفتره دي ما بعجنش خالص، بعد ما حطيت السوائل اللي هي الحليب او اللبن ما بعجنش، بجمع بس. شايفه العجينه عامله ازاي؟ ده القوام المظبوط والمطلوب اهو. هنبتدي نشكل فيها على طول، مش هنقعد نستنى. ادي الحشوه اهي بعد ما طلعت من التلاجة، الملبن متماسك ازاي وجميل. هناخد قطعه كده من العجين ونحط فيها قطعه من الملبن الحشوه بالشكل ده كده، ونقفل عليها بالشكل ده. شايفه عامله ازاي اهو. وعندك بقى المنقاش بتاعك العادي بتاع زمان، ده احسن حاجه بحبها الصراحه يعني. ده احسن حاجه في النقش. شايفه ما بياخدش وقت خالص وجميل كده، وتحس بريحه زمان وكحك زمان واللمه الحلوه اهو. انا عندي المنقاش اللي هو الطبعه دي بصراحه ما بحبهاش، ما بحبش غير النقشه دي. بتحس كده ان انت عملت كحك وعملت حاجه حلوه كده لاولادك. ما تعمل الحاجات ديتي بتملى البيت دفى كده وما شاء الله وريحه حلوه كده اهو. شايفه ما بتاخدش وقت معانا خالص، ونقشه سهله وسريعه جدا الشكل اللي بتحبيه. انا صراحه مش مبدعه قوي يعني في حكايه النقشه كده، بعملها اي حاجه اللي انا عارفاه اهو بالشكل ده كده. تاخدي منها حته كده في المنقاش وتشدها وتلاقيها اتظبطت معاك بالشكل ده كده اهو. شايفه شكلها جميل جدا، طالعه حلوه جدا ما شاء الله. الكحك ده ما شاء الله كانت ريحته جايبه اخر الشارع، طعمه ما شاء الله جميل جدا. وهوريكي بقى التسويه بتاعته ازاي وكل حاجه. شايفه المنظر؟ شايفه الكحك عامله ازاي؟ في الفتره دي احنا كنا حاطين بقى ايه. في الفتره دي تقدري تسيبيه زي ما انت عايزه. لان احنا حاطين خميره قليله، نسيت اقول لك على الحته دي. حاطين معلقه صغيره خميره، مش مكترين خميره، وحاطين بيكنج باودر زي ما انت عايزه بقى. في الفتره دي تقدري تسيبيه بعد ما تشكليه ساعه 2-3 يرتاح خالص قبل ما تخبزيه. انما قبل ما تشكلي ما بتسيبوهوش، بتشتغل فيه على طول. تعجني وتشتغلي فيه على طول بعد العجن تشكلي على طول وتقطعي وتحشي وتنقشي. بعد ما تخلصي النقش اهو، او رسومات زي ما انت عايزه، تحطيه بقى يرتاح ويهدى قبل ما تخبزي. ممكن تسيبيه، وفي ناس بتسيبه يوم كامل ليله كامله، بس في ناس بتسيبه كذا ساعه. براحتك بقى في الفتره دي، براحتك. عمر النقشه دي لا هتروح ولا الرسمه هتروح، حتى يطلع لك زي ما هو بعد ما يتخبز بنفس الرسمه. مفيش حاجه راحت منها ولا اي حاجه، مظبوط جدا ومقدوره مظبوطه بسم الله ما شاء الله اهو. وادي بقى الكحكه اهو. سويناه ازاي؟ الفرن مسخن من قبل كده مده 10 دقايق، وابتدي اهدي النار بقى واحط الكحكه على نار هاديه لغايه ما يستوي معاه وتاخدي درجه اللون اللي انت عايزاها، ويبقى حمصان من فوق ومن تحت. وتقدري تخزنيه بعد ما يبرد، تحطيه في اكياس في علبه، ويكون الكيس محكم الغلق، يفضل معاكي سنه كامله. لان السمنه مقدوحه مستوي صح، تسويته مظبوطه ما شاء الله، جميل جدا، طعمه حلو جدا. تخزنيه بقى زي ما قلت لك، تحطيه في قلب كيس يكون نظيف، في قلب علبه يكون محكمه الغلق والكيس محكم الغلق. تاكلوه في الهنا يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، ونعاد عليكم الايام بخير وسعاده يا رب. ويا رب تكون طريقه الكحك بتاعتي عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جديده، ونكون مع بعض كده يا احلى عيله. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.